مريض عنده مشكله في الظهر، انزلاق غضروفي، زحزحه فقاريه، ايا كان المشكله الميكانيكيه اللي حصلت. رحنا لجراح المخ واعصاب، الزميل عمل له، الجراح عمل العمليه. والحقيقه دايما المريض بيبقى فاكر انه نقدر نخلي الظهر يرجع زي ما كان زمان. الحقيقه ده مش صحيح، لكن زميل الجراح بيتدخل لحل مشكله كبيره جدا. حد عنده زحزحه فقاريه او حد عنده انزلاق غضروفي متعدد، ضاغط على جذور الاعصاب، عامل مشكله كبيره، ممكن المشكله تزيد عن كده. فالزميل بيتدخل عشان يحاول يوقف الحدث الصعب الخطير اللي ممكن يحصل، وده بيحسن العيان. لكن الزميل بيبقى عامل جراحه ممتازه، سواء تثبيت او شرايح او مسامير او من غير، لكن بيبقى في الام في الظهر. الحقيقه دايما بيجي هنا دور اخصائي او استشاري علاج الالام. احنا بنقدر نتعامل مع هذه الحالات، نقدر نقيم الحاله تقييم صحيح بالفحص الاكلينيكي، التاريخ المرضي، وطبعا الاشعاعات والفحوصات اللي بنحتاجها.